السلام عليكم. النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نعمل البرجر في البيت من غير ما نشتريه من بره. طبعا الاسعار بقت خرافيه وكمان بيبقى مش موثوق فيه، وخصوصا ان احنا بنختار احسن نوع عشان خاطر يطلع طعمه حلو. طب ليه؟ طب ما احنا ممكن نجيب نص كيلو لحمه او ربع كيلو لحمه ونعمل البرجر في البيت. يلا نشوف مع بعض هنعمله ازاي. معايا نص كيلو من اللحمه، ونسبه الدهون قولي للجزار ان نسبة الدهون تبقى بنسبة 30%، او ممكن ان هو يتوصى شوية لان البرجر بيحب ان هو نكون فيه دهون شوية. تمام كده؟ طيب، معايا بقى البهارات والتوابل بتاعتي، هي دي اللي هتخلي لي البرجر زي بتاع بره واحسن كمان. ايه هي بقى؟ عبارة عن معلقة بملح بشطة بكمون، دي معلقة بملح بشطة بكمون احنا عاملينها في البيت. معلقة صغيرة مليانة، وادي ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة كبيرة من بهارات البرجر او كيس البهارات البرجر اللي هو موجود في كل حتة دلوقتي. تمام كده؟ وهنا بقى معايا البطل، هو معلقة من البيكنج باودر. البيكنج باودر ده اللي هيخلي لي البرجر بتاعي ما يكشش، فحلوة جدا ان انتي تحطي معلقة من البيكنج باودر. تمام كده؟ يلا بينا بقى نحط دول على اللحمه بتاعتي ونقلبها كويس، وبعدين نشوف مع بعض هنعمل ايه. ودلوقتي بعد ما قلبت اللحمه بالبهارات اللي احنا حطيناها عليها، قسمتها بالشكل ده، تعمليها كور وتقسميها، ودي متروكه ليكي ان انت براحتك. عايزه تخلي البرجر اكتر شويه، عايزه سمكه يبقى خفيف، سمكه يبقى عريض شويه، زي ما انت عايزه اعمليها زي ما تحبي. تمام كده؟ وكمان عايزه اقول لكم لو عايزين تكتروا الكميه شويه، وعايزه بقى اللي انت توفري وتبقى اكله اقتصاديه معاكي، اللي هو وتزودي الكميه بتاعت اللحمه، ممكن تحطي كمان عليها بقسماط مطحون. تمام كده؟ هو الطعم طبعا اللي هو ما بيبقاش زي اللحمه العاديه اللي هي بتبقى محطوطه لوحدها، بس برضو بيبقى طعمه حلو. تمام كده؟ ده دلوقتي هنشكله ازاي. عندك مثلا غطا بتاع ده بطرمان يبقى حلو جدا. طب لو عندك المكبس بتاع البرجر يبقى حلو جدا برضو. طب انا ما عنديش ولا المكبس ولا عندي غطا، عندي البتاعه بتاعه البيض دي تبقى حلوه جدا وشغاله. وهنجهز معانا اكياس اللي هي الاكياس العاديه خالص. تجهزي كيس تمام تقطعيه بشكل مربعات كده على قد القالب بتاعك. تمام؟ وهنحط واحد في القعر. ادي اهو حطيت واحد في القعر، وهحط اللحمه بتاعتي كده اهو، ونبدا نفردها اللي هو بالضغط. بس هضغطها ازاي؟ هحط عليها برضو مشمع تاني بالشكل ده عشان ما تلزقش في ايدي او تلزق في اي حاجة. ولو عندك الهراسة ممكن نضغط عليها كده بدل ما نضغط بايدينا عشان نوصل للشكل اللي احنا عايزينه. تمام كده؟ فتضغطي عليها هتديكي شكل البرجر، بس نضغطها بشكل كويس ونوزعها. وادي اهو بعد ما عملتها، شايفين اللي هو كيس من تحت وكيس من فوق بالشكل ده. طبعا احنا هنعمل بقى الكمية ونشوف مع بعض. اهو بعد ما عملت الكمية كلها بنفس الطريقة اللي احنا عملناها، نسيت اقول لكم برضو لو ما عندناش البهارات بتاعت البرجر، الاساسي هو توم البودر والبصل البودر اللي موجود في البهارات دي، كزبرة ناشفة، يعني المتوفر عندنا. ممكن نعمل تحبيشة كده او توليفة حلوة كده تناسب البرجر بتاعنا. تمام كده؟ طب دلوقتي هنعمل فيه ايه؟ لو مش هتستخدميه دلوقتي ممكن نشيله في الفريزر. طب لو احنا عايزين نستخدمه دلوقتي هنعمله سندوتشات، يبقى نشيله في التلاجة لمدة ساعة يرتاح، بس كده ساعة، وبعدين نطلعه نستخدمه. يلا بينا.